نادي على السيد النائب يحيى علي. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين السيد رئيس الجلسة المحترم، زميلي النائب عبد السلام باشاغة المحترم، السيد الوزير الفاضل، السيدة الوزيرة الفاضلة، أعضاء لجنة الصحة وهم مشكورين على العمل الذين يقوم به، زملائي النواب، أسرة الإعلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بمجرد ما فتحت منصة التسجيل لمداخلة اليوم مباشرة سجلت لأكون أول المتدخلين، فإذا بي أجد ترتيبي 28، فأيقنت أن نواب مجتمع السلم سبقوني، والسبب معروف، وأنا أقول لزملائي نواب مجتمع السلم ولباقي النواب إن القضية ليست قضية ممثل الشعب عبد السلام باشاغة، وإنما هي قضية دستور ومؤسسة دستورية تشريعية، والقضية ليست قضية معارضة وموالاة وقضية نواب مجتمع السلم أو نواب باقي المجموعات البرلمانية، وإنما هي تمس البرلمان الجزائري، حيث أن هذا الوزير الفولكلوري المغمور، وقولنا غمر الرجل أي كان جاهلا غمرا لم يجرب الأمور، وغمارة رجل يعني جهله وعدم خبرته. هذا الوزير وفي سابقة خطيرة وفي جرم كبير داس على الدستور وعلى المؤسسة الدستورية، ونعت نائبا عن المجلس الشعبي الوطني بالجاهل وجهله بثقافة المؤسسات الدستورية. أيها الوزير، لا أكلمك اليوم كنائب جاهل، فكعينة من نواب هذا المجلس الموقر أكلمك كإمام متحصل على شهادة الماستر في التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، ولا أكلمك كجاهل بثقافة مؤسسات الدولة، بل أكلمك كمحام بمجلس قضاء قسنطينة ومتحصل على شهادة الماستر في قانون الأسرة. أقول لك الوزير اللي ما يحترمش نواب الشعب، واللي ما يحترمش الدستور، واللي ما يحترمش المؤسسة التشريعية، نقول له لا مرحبا بك، وأنت غير مرحب بك في قبة البرلمان، وما نظنش راح يستقبلك أي نائب هنا إلا إذا أتيت معتذرا أو استقلت من منصبك كما يفعل الرجال. وليعلم هذا الوزير الفولكلوري المغمور أن التلفزيون الجزائري ملك للشعب، فلا تستعمله أنت كدرع لمهاجمة الغير. قليل هم من يشكرون النواب، ويكفينا فخرا وعزا وشرفا شهادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بكفاءة ونزاهة ونظافة نواب المجلس الشعبي الوطني. وفي هذا أقول تحية إكبار وافتخار بزملائي نواب الشعب بكل أطيافهم وألوانهم السياسية، معارضة وموالاة، وعلى رأسهم السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد إبراهيم بوغالي. أقول لكم زملائي نواب الشعب، أنتم النزهاء وأنتم الشرفاء، جئتم عن طريق انتخابات نظيفة ونزيهة كانت نتاج الحراك الوطني المبارك والإصلاحات التي جاء بها الرئيس، وهذا بشهادة القاضي الأول في البلاد، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. أشكركم زملائي النواب على كل ما بذلتموه خدمة للشعب ولهذا الوطن العزيز من دراسة ومناقشة وتعديل لترسانة من القوانين هي الأكبر في تاريخ الجزائر، وأيضا
رفع انشغالاتكم إلى انشغالات المواطنين إلى كافة السلطات المحلية وإلى أعضاء الحكومة، وأيضا على العمل الدبلوماسي البرلماني الذي يكمل سياسة وبرنامج السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. كما لا يفوتني أن أتوجه بالشكر إلى الوزيرين الكريمين على ما تقومان به في خدمة البلاد والعباد. والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا.